يلا تروح معي نلعب رياضة. يلا خش خلينا نطلب غدا بس حبة مع الرز بلا رياضة. بلا رياضة. خلي الرياضة بعدين. انا عارف اسمع، هسه من اول حاول الصحي مو راضي يصحى، تعال خلينا نسوي فيه مقلب جامد كذا عشان يصحى. تبي تلعب رياضة انت كنت اليوم؟ ايوه. رياضة ايش؟ سير. سير حق ايش؟ في احد هذا قاعد ترقص انت كذا مو سير. لا قاعد تتفرج فيلم، تأكد شوف تفرج فيلم. انا عارف انه نايم انت بتجلطني. نبي نسوي فيه مقلب كذا روح بكيف. عندي فكرة. يلا عطنا. نجي كان ابو الخوفي. حلو. ودي عند العب معه. حلو. نجي لهذا. ايه. نروش عليه. نبدا انا ابو الافكار في الرعب. هذا رعب يا اخي خطير انت يا اخي. هفك كف انا وش رعب هذا؟ مو رعب هذا بالروشه كذا ويصحى اصلا اول ما يجي لك. نبغى نخوفه وهو نايم كذا عشان يصحى بصراحه. نبغى مقلب قوي. ها؟ انت شفت تأكد شو تتفرج فيلم ولا ايش؟ انت انت شو تسوي فيك؟ اذبحك انا ولا شغل مخك؟ البسك البشت غطي وجهك كامل، انت تكون ورا الكنب وانا اصور من قدام من هنا. فهمت علي؟ فهمت؟ وشغل صوت رعب. انت لا تشد حيلك لا تسوي ولا شيء بس شغل الصوت. خلاص بس شغل ايش؟ الصوت ووقف بس. لا ايه خلاص يلا فك جوالك. هذا الصوت مرة قوي خليه منفجر. يلا ورلي شغل. فجأة قلت كان السرعة خلاص هذا الصوت. هذا الصوت. يلا زي ما قلت لك البشت انت ما تسوي اجتهاد وانت ماك شغل في المقلب. انت بس اطلع وقف وشغل بس. ايه خلاص. لا اهم شيء لا تسوي شيء لا تطلع صوت. ترى تكلمت بيعرف. ايوه بتروح عرس انت. ما ابغى كذا تلبسها يا اخي انت كذا. ها ايوه بس خليك كذا خلاص. يلا روح. يا ود بنت بسيطك طلعت حق مقالب يا اخي. جيب لي اي واحد افجر. خلاص خلاص يا اخي خطير يا اخي حق مقالب. كم لك في المقالب كذا؟ والله كثير في المقالب افجح الناس انا. يا اخي ما كنت اعرف ان انت كذا حق مقالب يا اخي. ليش تعرفني ده؟ خوف المتابعين كذا. يا اخي رعب يا اخي. يا اخي انا توبه افكر اسوي معاك مقلب. توبه ليش تطلع الجوال حط جوال في وجهها؟ انا قلت خوفه بس شغل الصوت وطلع راسك. سويت اللي يبغاه. بطلع يدك وحط الجوال في وجهها. انت ما خاف. يا اخي انا بمسكه كذا. هو ما خاف ترى. هو طاح طبيعي الكرسي طاح عادي يطيح يعني ما خاف ترى. ابى احط عند اذن عشان ايش؟ ايش؟ عايزينه كان قرب عند اذنه. يا اخي رعب يا اخي انت رعب. كيف خوفنا بالله يا خبل كذا مو رعب. اللي يتغدى الرز يركز في هذا التمرين. حلو ايش يسوي هذا التمرين؟ ايش؟ ما يخليك تصير كرشه. ها هذا ينزل لك الكرشه. ينزل لك الكرشه. يلا روح. حلو هذا اول طريقه. حلو اي حلو. بعدين تيجي كذا. هذا تمرين سباحه. تركز. طيب ركز معايا. طيب يلا روح. حلو بعدين تنزل حلو الارض. كفو. اي حلو بعدين شوف ايوه هذا التمرين. اي يعبر لك عن الاكل. حلو ايوه وكذا. يلا نقلع روح النادي. طيب وين التمرين؟ الكرام اينما كنتم عبر اذاعتكم الجميله، اليوم سؤالنا جدا حلو. يقول لك كل شخص في هذه الحياه تصير له صدفه مره حلوه وما يقدر ينساها. يعني تخيل كل شخص تصير له في هذه الحياه صدفه جدا حلوه وجميله وما يقدر ينساها. فوش الصدفه الحلوه اللي صارت لك في هذه الحياه غير انك تتابعني؟ يعني حيجيني بلوك. لا امزح. فشاركوا وبسال اللي جنبي وش الصدفه الحلوه اللي صارت له في هذه الحياه. اكيد انا 100%. كيف يعني؟ ركز معي. وش الصدفة الحلوة اللي صارت لك في هذه الحياة؟ يعني مرة مثلا مشيت كذا أو رحت أي مكان كذا وصار معك صدفة حلوة وانبسطت. وش صار معك؟ تذكرت دحين كنت ماشي فجأة خشيت مطعم. حلو. حسب ما فيه خصومات. طلع فيه خصومات.
كل صدف اكل مطاعم، ما صدفه حلوه صارت في حياتك. انا يعني مثلا انك تعرفت عليه مثلا. لا صدفة انت وسخة. اخيرا حرد حقي في الناموس، اخيرا كل شوية حكي علم الناموس. قلت لا لازم فليت حبيبي، ابغى في الغرفة على طول اجي. حستناه، اقعد كذا اسوي نفسي نايم، اشوف جاء عند رجلي ابوخ عليه اموت انهيه. يجي الثاني نفس الوضعية. يعني ما تفلت في الغرفه؟ مرة ما فلت، لو فلت حيعرفوا اني فلت، حيشموا ريحة حيفقعوا. لازم في طريقة شغل هذا. طب انت نايم كيف تبغ؟ حبيبي حسوي نفسي نايم، حسوي نفسي نايم. يا شكلك والله ذكي. كيف هي؟ الثاني يجي. طب مثلا انا جيت هنا على طول حبيبي ما في وقت دقيقة واحدة.